بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، يسر اليوم قناة الرأي الحر أن تبدأ ببرنامج ولأول مرة سنسميه نبش في الذاكرة. هذا البرنامج سيكون بإذن الله يتحدث عن المجال الاجتماعي ضمن مجالات ثقافية وحوارات ثقافية اجتماعية إنسانية. اليوم ضيفنا في هذا اللقاء السيد محمد عبد الله الأنصاري، هو فاعل جمعوي وباحث للأنساب لقبائل الأنصار والأزد ومنسق رابطة الأنصار العالمية. محمد عبد الله الأنصاري مزداد سنة 1981 في الثاني من شهر ديسمبر بمدينة قرميم باب الصحراء. الآن وبعد مرور 4 سنوات للتأسيس والبحث في الحراك الأنصاري، سنحاول تسليط الضوء عبر هذه الحلقة في لمحة عن قبائل الأنصار من أوس وخزرج. مرحبا بك الأستاذ محمد عبد الله الأنصاري، وتتشرف قناة الرأي الحر باستضافتكم على أساس أنكم من الفاعلين الجمعويين. وعلى ذكر المجال الجمعوي، لو حدثتنا عن مسارك في هذا المجال وكيف بدأت عملك في إطار المجتمع المدني، وما هي التصورات والرواسب التي استمتعت بها من خلال هذا العمل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بدي يعني أوجه تحياتي وشكري خاص لكم وقناة الرأي الحر على الاستضافة وعلى الاستقبال وعلى تواجدنا في العاصمة الروحية والعلمية لأقاليم الصحراوية مدينة السمراء. مرحبا بك في مدينة السمراء. والله بالنسبة يعني السؤال الأول متعلق يعني بفعاليتنا أو العمل ضمن ما يصطلح عليه بالمجتمع المدني. أنا شخصيا كنت أول جمعية أنخرط فيها أنا في السنة الرابعة ابتدائي. السنة الرابعة ابتدائي كان أول معانقتي بالعمل الجمعوي في إطار أنشطة كانت ثقافية، أنشطة تربوية، يعني تتسم خصوصية عامل السن في تلك المرحلة، في مرحلة النشء ومرحلة الابتدائي. ثم بعد ذلك تطور الأمر معي وأصبحت يعني أحاول قدر المستطاع يعني أن ألج وكغير من أبناء جلدتي، وبخصوصا المنطقة قليميم ودنون وباب الصحراء عامة، كانت موطن ولا زالت ومنبع لفعاليات المجتمع المدني، حيث أنها عانقت الفعل الجمعوي المدني في وقت مبكرة دون يعني الأقاليم الأخرى. المجتمع المدني هو أكيد يعني في التعريفات المتعارف عليها دوليا قد يحل يعني في الرتبة الثالثة بعد النخبة السياسية والنخبة الدينية، يأتي هو في الرتبة الثالثة، وله دور أساسي بحكم أنه هو عنده دور تأطيري توعوي تحسيسي، يساهم بإسهامات عديدة وبأنشطة متنوعة، يعني كلها يعني كل منها يعني تصب في مجال معين، سواء تعرف الجانب الثقافي أو الجانب الرياضي أو الجوانب العديدة، حيث أنه الآن يعني تطور وأصبح نوع من المجتمع المدني لعادة عنده مهنية كبيرة، وعاد يطرح خصوصا يعني في ظل يعني القوانين الجديدة وفي الدستور الجديد عاد عنده دور الترافع ودور يعني إسهام في إعطاء كقوة اقتراحية كبرى السياسات العمومية المتنوعة المختلفة، بل أنه الآن أصبح يعني شريك فاعل للمصالح الحكومية، سواء الجانب التدبيري أو الجانب يعني إعطاء تصورات واقتراحات أو الإشراف على مجموعة من الأمور. بالتالي المجتمع المدني الآن أنا نشوف أن المجتمع المدني ما قبل 2005 وما بعد 2005. المجتمع المدني ما قبل 2005 كان عنده إمكانيات ضعيفة وقليلة ومحدودة، اللهم بعض المنح أو بعض المنح المحسنين
أو للخراطات، وكان عنده أدوار يعني محددة في التنشيط، في إحياء مجموعة من الأمور تصب يعني في الأطفال، المرأة إلى غيره. لكن بعد 2005 عاد عنده دور آخر بدأها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شفنا أنه تم خلق مجموعة من الجمعيات من أجل ذلك الورش، وعاد عندها أدوار اللي هي مختلفة، عاد جمعية سياحية، جمعية ثقافية، جمعيات عاد أصبحت مشاريع، وهذه المشاريع عاد أصبح لها تمويل، وعاد المجتمع المدني في جانب منه يشغل بعد أن كان تطوعي، هو في أساسه عمل تطوعي، وهذا العمل التطوعي يعني يبني مجموعة من القيم الأخلاقية بناء على خصوصيات منطقة معينة. وهذا تطور بحكم أن المجتمع المدني الآن أصبح غير ما يقد حد يصيب عنه به كاع. ظهرت مجموعة من الأوراش كيف قلت لك، كيف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كيف الورقة التأطيرية للقناة الجنوبية للمجتمع، جمعيات أعطت دورها، وعاد عندنا جمعيات متنوعة ثقافية، تربوية، رياضية، عاد كلها يعني يصب في توجه معين، في توجه ضمن الاختصاص اللي هو مثلا. أنا نشوف الآن في الوقت الراهن أن المجتمع المدني بحكم قرابته أو قربه بصح التعبير الساكنة لعب دور كبير أكثر من الأحزاب السياسية أو أكثر من النقابات، بحكم قربه من الساكنة، بحكم إحساسه إلمامه بالإشكالات، الإشكالات المجالية والمشكلات صح التعبير تعيشها المواطنين والساكنة. بالتالي أن دور المجتمع المدني دور أساسي وراكزة مهمة في أي إقلاع تنموي كيفما كان نوعه، لأن المجتمع المدني ثمن العنصر البشري، والعنصر البشري من يثمن يعني أكيد أنه لا يعطي مردودية كبيرة في أي موضع وضعته فيه. صحيح. طيب، ضمن هذا التصور اللي قبضناه حول نشأة فكرة المجتمع المدني وتصورك عنه، أكيد أنه في مرحلة معينة من خلال مسارك يعني الجمعوي ارتأيت أنه يعني تبلور مجموعة من الأفكار أو مجموعة من التصورات اللي كانت موجودة عندك، واللي على أساسها انتقلت من المحيط الداخلي ضمن هذه التشعبات اللي موجودة كاملة في اللي يسموه على المجتمع المدني، سواء كان ثقافي أو رياضي أو تحسيسي هناك عوامل معينة أنت اخترت منها المجال التاريخي أو ده اللي متعلق منه بشيء قال له علم الأنساب. علم الأنساب هون يعني فيه هذا اللي قال له شريحة من المجتمع الصحراء اللي قال لهم أولاد تدراريين واللي معروفين أصلا بشيء قال له الأنصار. وعلى كل حال مسألة الأنصار والخزرج هي وردت في القرآن الكريم في مرحلة نزول النبوة وإلى آخره في المجال الديني. هون كيفاش يعني بالوقت انت هذه الفكرة في انك خرجت عن هذه الاختصاصات كاملة اللي موجودة في المجتمع المدني واخترت منها بالضبط مجال علم الأنساب، وارتأيت انه يعني تواصل بحوثك في هذا المضمار. اخترتك تتكلم لنا على طبعا ضمن اطار نبش الذاكره، يعني مساله الانصار بالضبط انت اخترتها كمسار وكتصور وكبحث. يمكن لك تعطينا نبذه عن هذا المسار وعن كيفيه تكوين هذه الفكره اللي خلتك انك
تخرج من رحم المجتمع المدني لإيصال رأي أو فكرة معينة ضمن بحوث هي قد تكون وصلت مجالا بعيدا سنتحدث عنه فيما بعد. ممتاز. يعني هذا كله يعني أنا شخصيا أتى تراكم مجموعة من المعطيات ومجموعة من المراحل اللي قطعتها أنا شخصيا. كيف قلت لك أنا أول جمعية ولجت لها ودخلت لها يعني في السنة الرابعة ابتدائي. بعد السنة الرابعة ابتدائي كانت أول السنة الخامسة ابتدائي هي كانت أول مرحلة نقراو فيها شنو قالوا التاريخ. من ثم أنا كنت نعود أنا التلميذ الوحيد في ذاك القسم اللي كان يجيب على جميع الأسئلة اللي كانت معطاة بخصوص التاريخ. خصوص التاريخ يعني كنت نجيب شيئا ما في مادة التاريخ. في مادة التاريخ ويعني كنت نبحث فيها والجانب التاريخي يعني من السنة الخامسة. بالنسبة لهذه المبادرات أنه خرجت مثلا المجتمع ما أنا كيف قلت للإشارة يعني أنه هي نتيجة كيف قلت لك أنه المجموعة التراكمات بالإضافة لمجموعة من الأنشطة اللي ساهمت في تعزيز هذا الأمر. أنا كنت محيطي القبائل بالرغم أني متواجد في منطقة ما هي تشمل عشيرتي إلا بعد قراءتي، لأنه أولاد تدرارين معروف أنهم تقريبا منطقة بوجدون، لكن بالرغم من ذلك أنا كنت دائما وأبدا مع ما يصار عليه بالجماعة وكنت قريب لها والهمومها. وكان سؤال ينطرح من أنا، بالتالي هذا السؤال حول يعني من أنا وكذا يعني أسهم بشيء أو بشيء كثير أو قليل يعني في بلورة واحد الفكرة اللي تكونت نتيجة مراحل. ثم جاءت فرصة 2002 بالضبط كنت شاركت في مهرجان مغاربي لشباب وطلاب المغرب العربي في منصر تونس تحت يعني ذاك كان زين عابدين بالعلي. وكنت شاركت وكنت اقترحت مقترح جد مهم في كلية الطب بالمنستير بحضور البشير المجدوب كاتب الدولة آنذاك في التضامن. أنا اقترحت تأسيس صندوق مغاربي للتضامن بحكم وجود مجموعة من المؤسسات التي تشتغل وبحكم آنذاك تشتغل في مجال تضامن الهشاشة ومحاربة يعني الفقر واعتماد الفئات الهشة والفقيرة. وكذلك بحكم أن تونس آنذاك كان عندها تجربة جد مهمة بحكم أن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اقترحت واحد التصور حول التضامن. أنا كنت المبادر في ذيك اللحظة اقترحت مقترح بلجان بأشياء كثيرة وأتاني تمويل من الحكومة التونسية بشخص كاتب الدولة آنذاك كاتب الدولة في التضامن. أعتقد على ما أعتقد البشير المجدوب اسمه البشير المجدوب اسمه. وكانت فرصة أني التقيت مجموعة من فعاليات المغاربية وفعاليات عربية وفعاليات أوروبية. وبالتالي يعني كانت مشاركتي فعالة في هذا الوضع.